بسم الله الرحمن الرحيم. كنت عايز اتكلم عن ماتش الاهلي والاسماعيلي. الحقيقه ماتش الاهلي والاسماعيلي ماتش يعني الاهلي محظوظ قدر يفوز 2-0، والحقيقه الهدفين واضح ان حظ الاهلي مكمل من بعد شبيبه القبائل، اتعادل مع شبيبه القبائل بالحظ، والحقيقه هو فاز على الاسماعيلي بالحظ، رغم ان الاسماعيلي الحقيقه فريق ضعيف جدا وما قدمش حاجه، وطارق العشري رص الاتوبيس ورا مستني يجي فيه جوان، وجي فيه جونين الحقيقه ما لهمش لا معنى ولا طعم ولا لهم لازمه. الجون الاول محمد بن رمضان رجع له من المدافع وهو اصلا يعني في وضعيه تسلل، لقى الكره بتبط قدامه راح حاططها في الجون. الجون الثاني ياسين مرعي برضه الكره جايه له لعبها فيرست تايم، وهو مش لعبه خالص، ده راجل مدافع يعني ما هوش فيرست تايم، تخبط في المدافع وتغير اتجاهها عشان تدخل جول. هدفين كفته بلغه الكوره، لكن قدر ان هو يفوز. الحقيقه الماتش الشوط الثاني كمان يعني كان المفروض الاهلي متقدم 2-0، المفروض فرقه ضعيفه زي كده هتشيل 5-6 مستريح. هي الاهلي ما عملش اي حاجه في الشوط الثاني، بالعكس كان اداؤه سيء، وطلب مصر الحقيقه ان هو يقدم مستوى سيء جدا للنادي الاهلي، مصر حتى في تغييراته وطريقه لعبه. الحقيقه كل اللي بيعمله طلب ان هو بيحاول يحافظ على المثلثات بتاعت الاهلي، يعني طول عمر الاهلي بيلعب مثلثات، فهو يعني مكمل في المثلثات. جبنا المثلثات دي الحقيقه مش دوت انتهى بالاهلي، ايا كان الافراد اللي بيلعبوا وايا كان الاداء وايا كان قدام مين، هي جبنا المثلثات. حسين الشحات اداؤه باهت جدا، بن رمضان مفيش غير الكوره اللي كانت صدفه دي واحرز هدف مشكوك فيه. طاهر محمد طاهر علامة استفهام الحقيقة، رغم ان هو الحقيقة راجل انا رأيي ان هو لاعب كويس، وانا رأيي ان هو احسن من زيزو، لكن بيتهيألي يجي بفورمة الماتشات، هو محتاج ماتشات، محتاج يلعب ماتشات ورا بعض عشان يجيب فورمة الماتشات ويجيب فورمته. هو لاعب الحقيقة بيهاجم كويس واجريسيف جدا على المرمى وشرس جدا وبيدافع كويس، فهو لا انا رأيي ان هو لاعب متكامل، يمكن مش حريف لكنه لاعب انتاجه في الملعب لما بيجيب فورمته بيبقى احسن من زيزو بكتير جدا. اتمنى انه يعني طول بيعمل حسنه في حياته ويحافظ على ظهر محمد طاهر 3-4 ماتشات ورا بعض، لو لعب 3-4 ماتشات ورا بعض هيجيب فورمته. حسين الشحات بيلعب طبعا في غير مكانه واداؤه كان سيء، وانا رايي برضو ان حسين الشحات محتاج يلعب في مكانه، محتاج ان هو برضو ياخد ماتشات. فورمه الماتشات بتيجي باللعب، انت ما تقعدش لعيبه شهرين على الدكه لزيزو وبعدين تطالبهم بان هم يلعبوا ويبقوا كويسين في الملعب، مستحيل. فورمه الماتشات بتيجي باللعب، اللعيب لما بيبقى في رجله في الملعب بيجيب فورمته. الو ديانج علامه استفهام، وانا رايي انه اللعيب عادي. الو ديانج اتعرض عليه من سيد عبد الحفيظ يقال يعني 2 مليون دولار ورفض. الو ديانج الحقيقه انا رايي ان هو السنه الجايه غالبا هيبقى بيراميدز، لكن انا رايي ان هو لعيب يمكن تعويضه، بس اداره الاهلي تبطل تعمل صفقات للمكايده، لازم تفكر انها تجيب نواقصها بشكل حقيقي. الو ديانج لاعب عادي جدا ما بيقدمش حاجه في الاونه الاخيره للاهلي من وجهه نظري، رايي انه يمكن الاستعاضه عنه. حتى في مدافعين في لعيبه خط وسط مدافعين في الدوري ممكن يأدوا اداء احسن من الو ديانج. انا رايي محمد شحاته احسن من الو ديانج، يعني يمكن الو ديانج واخد صيت على الفاضي. ده رايي الحقيقه في ماتش الاهلي والاسماعيلي، وده رايي في الطريقه بتاعت تروب لازم يراجع حساباته. تروب الحقيقه لازم يفكر ازاي يلعب باللعيبه اللي معاه من غير مرضيه لحد، ومن غير ما ينشف دماغه انه يجيب بن شرقي يمين مره وشمال مره. لازم تلعب اللعيب في مكانه، لازم يبقى في انضباط في الملعب، لازم يبقى في رغبه طول الوقت وروح للعيبه انها تفوز. الحقيقه انا شايف انه اللعيبه روحها
فيها مشكله حتى في الحماس في اللعب. فده رايي الحقيقه في ماتش الاهلي والاسماعيلي، وهو كان ماتش متوقع ان الاهلي يفوز لكن مش متوقع انه يكون بالسوء ده. شكرا لك.